من بعد المجهود الكبير اللي داروا المهندسين والعمال المغاربه اللي كنفتخروا بهم، قدروا يريبوا ملعب مولاي عبد الله كامل ويبنوه من جديد بهذه المواصفات، ووصلوا لهذا النيفو غير في عام و4 شهور. جا رجع وصرح باللي الملعب مولاي عبد الله غادي يستقبل المباريات ديال المنتخب المغربي في مارس، يعني بغى يقصد باللي الملعب غادي يكون واجد في مارس. من وراها بانوا بزاف ديال الشكوك، ومع اقتراب موعد ديال الماتشات والتيران مازال في طور البناء زادوا الشكوك وكثرات الهضره على الملعب. ومن بعد ما تم القبض على اليوتيوبر من اللي كانوا كيصوروا الاشغال ديال الملعب مولاي عبد الله، وكاع اليوتيوبرز الاخرين منعوهم من التصوير، حتى واحد ما عارف اخر المستجدات ديال الملعب وفين وصلوا الاشغال. هادشي علاش في هذا الفيديو غادي نعاود لكم القصه ديال الملعب كيفاش تعاود من جديد، ونشوفوا الاشغال ديال الملعب فين وصلات، ونتعرفوا على المستجدات اللي افتقدوها المغاربه، وغادي نعرفوا التاريخ اللي غادي يكون واجد فيه التيران، وشنو كتقول الشركه اللي مكلفه ببناء الملعب. وغادي نبارطاجي معكم معلومات اخرين على الملعب نخليكم تكتشفوها في الفيديو. خلي معك جيم للقناه ودير اشتراك، وانا كنواعدك من هنا لقدام جايين فيديوهات ومواضيع متاكد غادي يعجبوكم، فما تنساش دير سبسكرايب وكمل الفيديو حتى الاخر. ملعب مولاي عبد الله التحفه المغربيه اللي خلات بزاف ديال الانظار يتلفتوا جهه المغرب، والبنيه التحتيه ديالو مؤخرا. القصه غادي تبدا في تاريخ 7 اكتوبر 2023 من بعد ما تعلن رسميا بان المغرب غادي ينظم كاس العالم 2023 مع اسبانيا والبرتغال، ومن وراها ديريكت غادي تعلن في 27 من نفس الشهر بان المغرب غادي ينظم حتى كاس افريقيا 2025. وباش تنظم جوج ديال التظاهرات كبار خاص ضروري يكون عندك ملعب عالمي في العاصمه الكبرى الرباط. ولكن الرباط فيها ملعب واحد كبير هو ملعب مولاي عبد الله اللي تفتتح لاول مره سنه 1983، ولكن الملعب التصميم ديالو قديم وفيه مضمار ديال العاب القوى وما كيتوافقش مع معايير ديال الفيفا وخا يصلحوه، فكان خاص ضروري تبنى ملعب جديد في العاصمه يكون بتصميم عصري. ولكن المشكل هو مدينه الرباط واخا هي العاصمه المساحه ديالها صغيره ومحدوده من جميع الجوانب، وما كاينش شي مساحه اللي تبنى فيها ملعب من جديد. زيد عليها الموقع اللي كيتواجد فيه ملعب مولاي عبد الله استراتيجي، فجا في الطريق اللي كدير لمدينه تماره والدخله ديال لوطوروت اتجاه كازا ومراكش، وقريبه حتى للدخله ديال لوطوروت اللي كدير سلا وفاس وطنجه وكاع المدن اللي في الشرق والشمال. زيد عليها حاليا كيتم بناء محطه القطار جديده في حي الرياض، دونك راه فريمون موقع استراتيجي. فهنا جات الفكره ديال هدم الملعب. اولا غادي تبقى السميه ديال الملعب مولاي عبد الله بحكم ان الملعب عنده تاريخ كبير في المغرب، وغادي نربحوا الموقع الاستراتيجي، وبهذا الشكل غادي نبنوا ملعب عالمي بتصميم جديد وسط العاصمه. في شهر 9 2023 تم الهدم ديال الملعب وبدات عمليه البناء ديالو من جديد. واخا ديك الوقيته بانوا بزاف ديال الشكوك بلي الملعب ما غاديش يكون واجد لافتتاح كاس افريقيا، ولكن الحمد لله الشركه اللي مكلفه ببناء الملعب هي شركه مغربيه، وكاع العمال والمهندسين والشركات الاخرين اللي مساهمين في البني مغاربه. فراه من الاول بدات كتبان التطورات في البناء من الشهرين الاولى. هادشي كيبين باللي من الاول كانت عندهم فيزيون على شنو خاصو يدار، ومن وراء عام و4 شهور ديال الخدمه بواتيره طالعه ليل ونهار بدون توقف مع احترام جميع المعايير ديال لي طرافو وديال لا سيكوريتي، طبعا قدروا يوصلوا لهذا النيفو بدون حتى شي تدخل اجنبي من غير بعض العمال التركيين. وحاليا في تاريخ اليوم 22 فبراير 2025 الاشغال وصلت للمراحل ديالها الاخرى، قدروا يكملوا المدرجات والبنايه اللي وسط الملعب، وجميع المرافق اللي كتكون داخل الملعب كملات، وحتى تغليف الملعب كمل. بقى غير السقف اللي خدامين فيه حاليا ما بقى لهم والو يكملوه. المدرجات والعشب غادي يكملوهم منين يساليو التسقيف ويخرجوا جميع الالات ويبداو الخدمه من الداخل. لافونسمون ديال اشغال الملعب غادا بواحد السرعه خياليه، وفي نفس الوقت كيتم بناء محطه القطار جديده اون فاس الملعب، وخدامين على ربط المحطه بالملعب قنطره. يعني الا كنتي جاي في التران غادي تدخل من محطه للملعب ديريكت حتى تلقى راسك وسط الملعب. وصراحه هذه فكره واعره غادي تزيد تشجع الناس اللي بعاد يجوا للملعب. ولكن السؤال اللي كيسولوه المغاربه هو امتى غيوجد الملعب. فمن بعد ما خرج القجع في اواخر شهر 12 اللي داز وقال باللي التيران غادي يكمل في مارس وغادي يستقبل الماتشات ديال المنتخب، حاليا حنا في اواخر شهر 2 والتيران مازال في طور البناء. فعلا التيران كان غادي يكون واجد في مارس، ولكن ماشي كليا، كان غادي يكون واجد ديال المدرجات والعشب، واخا ما غاديش يكمل 100% كان غادي يتلعبوا فيه ماتشات ديال المنتخب بجوج، ومن بعد غادي تسد مره اخرى باش يكملوا الاشغال. ولكن طراو بزاف د الحوايج اللي خلات يوقع واحد شويه ديال الديكالاج، فمنهم عوامل جويه ولوجيستيكيه. ولكن على هاد السرعه اللي غاديين فيها الاشغال راه خياليه، وهذا الشيء كيدل باللي الحمد لله عندنا طاقات مغربيه كيتسناو غير تعطاهم الفرصه. وجاو هاد جوج تظاهرات بينوا لنا المغاربه علاش قادين ومازال غادي نشوفوا. فكنتمنوا المجالات الاخرين حتى هي تتطور وتعطى فرصه للمغاربه يبينوا القدرات ديالهم. فنرجعوا للسؤال ديالنا، امتى غادي يوجد التيران؟
حاليا من بعد ما صافي الصوره وضحت باللي التيران ما غاديش يوجد في مارس وما غاديش يستقبل الماتشات ديال المنتخب الجايين اللي ديجا تقرر انهم غادي يتلعبوا في وجده، الشركه ما بقاتش مضغوطه بشي تاريخ محدد من غير افتتاح ديال كاس افريقيا اللي مازال بعيد. حتى واحد ما عنده شي معلومه صحيحه على التاريخ اللي غادي تسالي فيه الاشغال، وكون خرج شي مسؤول اولا الشركه وعطات التاريخ ديك الساعه نقدروا نقولوا رسميا هذا التاريخ اللي غادي تكمل فيه الاشغال. ولكن حتى لهنا ما كاين حتى شي حاجه رسميه، ولكن كاين اخبار من المسؤولين في الملعب كتقول بلي الملعب غادي يكون واجد 100% في شهر 6، يعني باقي تقريبا 3 شهور ديال الخدمه وكنظن انها كافيه. وهذا الشيء ما كينقصش من المجهود الكبير اللي داروا المغاربه. تخيل معايا هذا النيفو كامل اللي وصلوا ليه فقط في عام و4 شهور. من هنا لهنا في هذه المده الوجيزه راه مجهود كبير وماشي سهل. من بدايه الاشغال ديال الملعب والملاعب الاخرين وحتى المشاريع الاخرين كنا كنتبعوهم لحظه بلحظه وبصوره واضحه بفضل بعض اليوتيوبرز اللي كنوجهوا لهم التحيه، كانوا كيستعملوا الدرون وكيعطونا معلومات دقيقه. ولكن مؤخرا تم القبض على يوتيوبر سميتو انا جيت بسبب استعماله درون بدون ترخيص، الله يطلق سراحه. هذا الشيء خلى حتى اليوتيوبرز الاخرين يحبسوا الفيديوهات. للاسف ما بقاوش عندنا معلومات دقيقه على تطورات الملعب، ولكن غنحاول نعطيكم اخر التطورات اللي وصل لها الملعب. الملعب حاليا كما كتشوفوا في الصوره قرب بزاف من تصميم 3 دي ديالو، وكما ممكن تلاحظوا مركزين على السقف لانه هو اللي معرق لهم باش يكملوا الاشغال الاخرى. حاليا كيتم تركيب الجزء الثاني ديال الاعمده اللي كتكون السقف كامل ديال الملعب، وغادي يبقى الجزء الثالث وهو الاخر، ومن وراها غادي يقدروا يدوزوا العشب والمدرجات، حيت الالات والكروات اللي كيركبوا بهم السقف حاطينهم على بلاصه العشب والمدرجات. يعني الاشغال واقفه على التسقيف حاليا. بالنسبه للعشب قادوا وفرشوا ليه بلاصتو من قبل، المدرجات ديجا بداو فيهم وقادوا الدروج، يعني حاليا بقاو غير الكراسه. البنايه والمرافق كما قلت قبل واجدين من شحال هادي، يعني بقاو 3 الحوايج: يكمل التسقيف ويدوزوا للعشب والكراسه، ديك الساعه يقدروا يدوزوا للفينيسيو وتركيب الكاميرات المراقبه واماكن كاميرات النقل التلفازي والشاشات وحتى الشاشات الخاصين بالاشهار. فالتيران من بعد الانتهاء ديالو رسميا غادي يكون بهذا الشكل، وكيتسع ل 68700 متفرج ومجهز ب 800 كاميرا للتصوير بتقنيه التعرف على الوجه. يعني اللي جاي للملعب بشي غرض من غير انه يتفرج فراه ملعب مولاي عبد الله ماشي بلاصتو. وغادي يكون كيتوفر ل 42 كاميرا تصوير خاصه بالنقل التلفازي والويفي في الفضاء ديال الملعب كامل، يعني اي كرسي غادي يوصلوا للويفي. بالنسبه للشاشات غادي يكون كيتوفر على شاشتين كبار بمساحه 221 متر مكعب، يعني تقريبا قد الشاشه اللي كاينه في التيران ديال توتنهام. واكثر من هذا الشيء، ولاول مره في افريقيا الملعب الوحيد اللي غادي يكونوا فيه 3 طبقات من اللوائح الالكترونيه الخاصه بالاشارات من غير اللي لتحت اللي كتكون دايره بالعشب. حتى لهنا غادي نكونوا سالينا الفيديو. كنتمنى يكون عجبكم، ما تنساوش تشجعونا في الكومنتات، وإلا عجبك الفيديو دير جيم واشتراك باش يوصلوك الفيديوهات الجايين. كان معكم عبد الاله، نتشوفوا في الفيديو الجاي.